الجزائر الآن ستواجه ليس المغرب، ستواجه المجلس وفي مقدمته ترامب. وقريبا أن الجزائر إما تختار السلام مع المغرب أو أن هذا المجلس أو ترامب سيتكلف بها. وأكيد أننا من هنا 2026 كثير من الأمور النهاية كثير من الأمور في هذه العلاقات المغربية الجزائرية ستحل بفضل تدخل مباشر لترامب. A few moments later. Algeria represents both opportunity and challenge. While Algeria maintains warm relations with Russia and has divergent foreign policy positions on issues like Israel and Iran, counterterrorism remains an area of bilateral cooperation. Algeria's counterterrorism successes also make it a critical pillar of stability in the region. Algeria, of course, has always had a strong capability, and they do an excellent job of securing their border. الجزائر ملي كيكونوا كيديروا المناورات مع الامريكا كيوقف كيدير الديورا وكيتصنت بحال راه كاين بحال هادشي ديال الامريكان. كتعرفوا هادشي ديال الامريكان الماريز كيديرها الامريكي كيتصنت للجزائري. قسما بالله ملي شفت الفيديو اللي كنقول واه يا خويا علاش الجزائري كيهضر والامريكي كيتصنت. وملي كتمشي تشوف المناورات ديال المغرب كتلقاه كيركب عليه وكيدير له كيهزو كيقلبو كيدير لها اي كيفاش اي يا سمير يا سمير يا حقير يا شرير. دوز رحمك. السلام عليكم اخوان السلام الله عليكم اجمعين. هيهاتي نتوما هيهات تقول لي غبتي. لا والله ما غبت، ولكن الفيديو ديال جي في اينشتاين ما بغاش يدوز في اليوتيوب وممنوع. بغيت معليش ماشي هذا الموضوع ديالنا. كنظن سمعتوا الخبر ديال ان الجزائر استرجعت ارض من الاراضي ديالها اللي هي الواحه او القصر اتش اللي كيتبع لمنطقه فيديك. ما تنساوش ان راه تاريخ باش ما يتقرا حتى شي واحد. بركان وجده وفيكيك. الا سولتي شكون اسس بركان غتلقاه جزائري، ووجده جزائري، وفيكيك جزائري، واد ملويه الواد نون. فالامور كنظنها واضحه. فالناس استرجعوا الاراضي ديالهم وهنا كاين القيل والقال. فانا جيت فقط يعني شي رياكشن، لا نتكلموا في الموضوع بكل جديه. شوف انا لا مع هذا ولا مع هذا، انا مع الحق وانا من البلد دي. يا اخوان نبداو على بركه الله. خياشي خبط لايكات، كون معايا يا صاحبي، ترجل معايا طلع سروالك يلا. واش سفيانة لحم باباك واش راك دير؟ كوريو انتيا صافي دير دوك الشيء اللي نديرو تجي عند راسي انا نو. يا عجبت الله العجب، تدخل الخضره ما تخزرهاش فيا وتجي تلعب مع الحيوط. نلعب مع الحيوط؟ دوس مع برك. وش بيك يا راجل؟ وعلاش ما تعطيني حتى قيمه؟ وعلاش؟ هيا امشي روح الكوزينه على روحك هيا. الجيش الجزائري يسترجع واحة جديدة.
دو السروال تاعك كنتي تروح السروال تاعك خشي تروح هيا تروح هري استمر ما تقدرش تداويك السروال تاعك هيا امشي اقوى ما كانش يداويك تمشي تروح السروال كروط اضرب خشتاك السروال تاعك انت والله ماهش غير هاد المره هادي ما كانش مكبر الصوت، هاد المره هادي كان المترو ما جبت معايا المترو، نسيت المترو في الدار، المترو والجير والمترو، يعني شي حوايج ما يدخلش العقل. فانا بغيت نقاسم معكم بعض البكائيات. نعم، لان خرجوا الخريج كما كيبكيو، ما تنساوش ان المسافه ديال الجزائر تزادت، تزادت الخوت. المسافه دابا راه شوفنا بارك. انا ما نقول والو قبل، كانت دابا راه انا ما قلت والو، معليش. نشوفوا البكائيات اخوان. خريج إذا درك راه يتم ترسيم الحدود من طرف الجيش الجزائري، وضعوا مجموعة من العلامات البيضاء. الجيش الجزائري متواجد حاليا يعني فوق الجنانات نتاع إيش، وأظن أن التعلام راه وصل حتى المنطقة ديال الناظور. يعني ها العلامات البيضاء نازلة من تما، من الجهة ديال الناظور، العسة ديالهم ها هما يعني يجونا الهابطين. هذو الجيش المغربي، القوات المسلحة الملكية. كارثة بإقليم فيجيك بكل المقاييس. داكشي اللي عشناه في العرجة فيجيك لسنوات، عشناه البارح قصر ييش أو قريت ييش بإقليم فيجيك اللي ما كتبعدش بزاف على فيجيك. فكنذكروا على أنه في العرجة دخلوا أفراد من الجيش الجزائري لضيعات وبساتين مغاربة، وطلبوا منهم إخلاء المكان على أساس أن هذيك الأرض جزائري. نفس الشيء كيوقع البارح في قرية ييش، وهي منطقة تقريبا نقدر نقولوا معزولة مهمشة، ناسها بسطاء دراويش ما يجبدوا صداع ما يبغيو صداع، عايشين في بكم. كنا جالسين علينا ما بينا، قالك حتى الجيش الجزائري راه دخل على المغرب، دخل الاراضي المغربيه واسترجعوا الاراضي ديالهم، وكل شيء راه جوجل تا هو بدل المساحه ديال الجزائر وكل شيء تبدل، ودا واحد الواحه واحد ايش اللي كاينه تما في اقليم فيكيك. ودابا راه غيتجهوا، قال لك المرحله الثانيه غيمشيو جهه وجده واش واجدين، وجدوا راسكم، راه غيجيو يديوكم، راه غتوليو حتى نتوما ديالهم محسوبين على الجزائر. دابا هادو الجيران تسكن حداهم، هادو بلا مشتري ما يصلحوا لوالو، كون عاد درتو جبتو لنا شي جيران اخرين شي هادشي. السلام عليكم الاخوان والاخوات. حتى نوضح ما وقع اليوم بقصر إيش، تلك النقطة الحدودية في اقصى شرق المغرب، في حدث مؤلم ومؤسف على شاكلة ما وقع لاهلنا بفيكيك بمنطقة العرجة، حيث تفاجأت ساكنة قصر إيش اليوم بنزول تلة من العسكر الجزائري، حيث بدأ في رسم ما يسميه بالحدود عبر وضع أعلام حجرية
ووصل به الأمر كذلك إلى نزع شبابيك كانت تحمي البساتين والمناطق الزراعية لأهل إيش. حتما ما سيترتب عن هذا الترسيم هو فقدان ساكنة قصر إيش لجزء من أراضيها وأراضي آبائهم وأجدادهم. هذه الساكنة التي آوت المجاهدين الجزائريين إبان الاستعمار وساعدتهم بالأكل والشرب والسلاح، فمن العيب أن تجازى هذه الساكنة بهذه الطريقة. شنو وقع في الحدود المغربية الجزائرية عاود ثاني؟ أزول أصدقائي، أخبار من الصباح وهي تتوالى أن هناك تحركات لعناصر جزائرية، بعضها أطلق الرصاص في الهواء والبعض منهم شكي يجمع مجموعة الأحجار وتصبغ وتشخلق منها علامات وصوات تقول ما كاين هذه الحدود الجزائرية. شنو واقع؟ كيفاش تفهموا مثل هذه الأحداث ومتتالية؟ هذه المنطقة فيغيغ وهذه المنطقة سبق لها أصدقائي قبل الحدث ديال حرب الرمال، كانت أحد الأسباب اللي شعلت أصلا الحرب هذه اللي كان بغاها النظام الجزائري ساعتها باش يجمع بها الشتات ديالو الداخلي اللي كان مفكك بعد ما سمي بالاستقلال. تحرجوا بنا هذه واحد المدة في منطقة العرجة، واليوم كنحسوا أن هناك شيء ما، إما أنه هو للداخل الجزائري كيتفتح بعنتريات فارغة، أو أن هناك فعلا محاولة استفزازية للمغاربة. واش الحد ديال الفهم هو هذا أو هناك أمور أخرى؟ ربما هذا النظام هذه الأيام هذه يعاني مشكل كبير جدا والضربات كتوالى عليه، تحس أن المغرب كيسجل نقاط وهو يخسر نقاط، وبالتالي خاصو شي حاجة. والاخوان واش ترسيم الحدود عند الجزائر كي داير؟ هذه راه اراضي مغربيه. راه البارح هذا الشيء الاخوان، راه البارح الجيش الجزائري جا حدا المغرب وكيستفزنا، جا حدا فيغيغ وكيدير ترسيم الحدود. جابوا واحد الطارو ديال الصباغه وخلط بالجير وبداو كيجيروا في الحجر. عاد بالهم ترسيم الحدود كيكون هكاك. الاخوان حنا دابا في واحد المأساة، والجيش ديالنا حنا راه كشو واحد الفيلق من الجيش حط سلاح ولا مدني ولا كيعطي بنادم مساعدات. راك شو كيفاش حنا الجيش، راه حتى شي جيش ما يدير هادشي، كيسحبونا حنا ناعسين لين شرا العين ولا تيلا تاني عنوي وحق الرب بلا هاديه هادي. حنا ما غنقولوش حقرونا، نتوما اللي غتقولوا حقرونا. ايوا شفتوا الفضيحه دابا؟ يلا وفين هي القوات الملكيه المغربيه؟ فينا هو الشعب المغربي وفينا هما حنا؟ واش هاد الهضره هادي؟ ديك النهار العرجه واليوم واد الجلم وغدا ما عرفنا اش بغا يدو ليه. قال لك تغنوي كحسن والله حنا ناعسين. واحد الفيلق مشى لهيه على من ضربت السماره. فين هو الفيلق؟ ومن ماتوا الدراري السعيديه فين هو الفيلق؟ ومن ماتوا ثلاثه المهربين فين هو الفيلق؟ شوف ولا احاطه طويله. الفيلق لا ما كيبان. نتوما جهدكم ديروا الدرونات باش تواجهوا ماشي رجال. فواحد قال لك اسيدي التاريخ ما التاريخ، وانهم وقفوا مع قال لك ديال الثوار والقضيه ديال يعني حرب الرمال. واحد تكلم على الثوار، الاخر قال لك حرب الرمال ما تحرب الرمال. انا تفكر حرب الرمال، قلت ندير واحد الفيديو، فقلت نذكركم واحد الفيديو غادي يكون خبط لايك اخرياش. عندنا هنا تصحى بغيت انا الريح راه ضرب حتى لهنا طبعا خدينو العدا من 75 لهنا، وهما راك تشوف مزيريننا هنا دايرين علينا السلاح هكذا. راه من هذه الجبل راه من هذه الجبل دايرين علينا حتى لمنا. عندنا غير واحد الطريق البعاد اما المساحه ما عندناش. شادينها الجبل عندنا ما عندكش كنديروا داولوا هذا قلت صحنا في الحدود مسكتنا في السنتر. حنا والو كيفاش ما نسكوا ما نمشيش زي الصبار ما هو خرجها من الدار تمشي غير من ما تتبعهاش. خرج على الباب يشوف فيها واش يقربها. الشيخ ديالنا غير هذه الخطره جاب الكسيبه شراها مبعثه جابها حطها هنا
بقى يشوف فيها عند الجزائريين ما قدش يجيبها، مشات لضرورة دابا ها هي راك تشوف فيها السنح، هما دايرين هكذا على السنح ما تقدش تزيد ثم بالدواء بيناتنا حنا من الباب ولا الزايله مشات، حنا عطينا لهم الثقه وانت تشوف فيها، حنا اللي راهم مقرينهم عطيهم الثقه وهم ثاني ما كاين يقربونا 10 كيلومتر ديال النخله غادينا لا هذه 39 عام عارفين بالتقي ما نقربوهم ما نهضروا معاهم تيفوتوا علينا في الجنان، شحال من خطيه ودانا انا يلقوني في الجنان السلام عليكم في جناني خدام السلام عليكم قول لهم السلام ونفوتوا في جناني نهضروا معاك لا غير السلام عليكم الله يعاون ويفوت سلبي رانا حنا مغيرين بزاف مغيرين واحد الزيار كون عندنا الحدود ديال الشعب ديالهم وديال كما كاع باش تعرفوا كانش الموجه كان الانسان حرب الرمال ولا كما بغيتي تسميها فهذيك النزاع كانوا كيهربوا كانوا كيتخبوا في البيوت ديال النساء ديال الناس. الجيش ما كانش كيقدر يتصد لهم، الجيش كان جبان خواف. يعني من ناضت المعركه 50 كيلومتر دخلت الجزائر، يعني كون عندها هي الرغبه تاخذ لك الاراضي ديالك غادي تاخذها لك، ولكن الاراضي ديالهم ما غاديش يسمحوا فيها. ف 50 كيلومتر علاش؟ حيت الحسن الزاني قال فرنسا خرجت راه نهجم على الناس كيما وقع مع الصحراء الغربيه فين ما يخرج وديما بحال الضبع ما كاينش السبع الضبع اش كيدير؟ كيقلب على الفتات ديالك الجثمان ديك الفريسه اللي مسكينه مهرسه، فمن دخلوا كتسحابوا غيلقاو فريسه بنادم باقي الدم ديالو كينزف وناض كيحارب في الخريش المدلول الطحان وغلبوكم وهربتوا تخبيتوا. شنو رايكم تصنتوا فرغل منار الخريطي تا هو راه عنده الجديد المعطيات شنو المعطيات هادي او معطي سمع خبطوا لايكات. المنطقه ديال فيكيك اقليم فيكيك كما تنقل بالصور وتنقل بالاخبار انه عسكريين من النظام العسكري الجزائري وصلوا للمحيط ديال المنطقة وبداو اولا جاو كيطلقوا حسب المعطيات اللي وصلات فيديوهات وغيرهم انهم كيطلقوا الرصاص في الهواء، وهذه عملية ديال بعملية ديال الترويع وديال الارهاب ديال الناس اللي هما الساكنة اللي تما ولا الناس اللي عندهم البساتين ديالهم اللي كتطلق رصاص بهذه الطريقه في الهواء واخا في السماء، ثم انهم جاو وبداو حسب المعطيات اللي كاينه انهم بداو كينزعوا شي اسلاك وكيديروا علامات بالقرب من هاد المنطقه هذه، كيديروا علامات انا اللي بان لي في الصور واش علامات واش كيديروها كيوضعوا احجار وكيديروا اكياس ديال البلاستيك ونزع اسلاك اللي هي دايرينها الناس اللي عندهم بساتين هنا في هذه المنطقه. شنو هذا الحدث؟ شنو الفكره اللي عندهم؟ كما جا في مجموعه ديال المواقع، هذه المجموعه ديال الكابرانات اللي مصيفطينهم جاو قال لك يديروا ترسيم ديال الحدود. فالاول سؤال انا واش ترسيم ديال الحدود كيدار بهذه الطريقه؟ غنخليه حنا ما غنناقشوا غنجيو لنقاش اخرى. واش هاد مساخيط الوالدين واش كنهضروا عليها؟ راه ما لحد الان ما بغاش هذاك البشر كما قلت ديما انا كنقول علم النفس هو اللي يمكن انه يخدم في التحليل في جميع مناطق العالم. خلي دابا حنا غنرجعوا لهاد القضيه، غنرجعوا لهاد المساله هذه ديال الترسيم وديال الاتفاقيات اللي كاينه، غنرجعوا علاش داروا هاد المسائل كلها. غير نمشيو بهاد الفرضيه. واش ترسيم الحدود كيديروه شي مثلا عسكريين مصيفطينهم توصل تما ودير الجير والبلاستيك ودير خنشه ديال الرمله وتقول هذه هي ترسيم ديال الحدود؟ واش هادو السؤال هنا واش هاد الناس هادو عندهم العقل؟ الترسيم ديال الحدود اللي معروف في القانون الدولي راه كيديروه مهندسين
وقانونيين دوليين وخبراء في الطوبوغرافيا وفي المسح وبالصور ديال الاقمار الاصطناعيه وبالخرائط. تهانوض كسلتو صيفطكم شنقريحه دوره جيتو ارا نديرو الجيره شنو غطراسي شنو سؤال هنا. منار خريطيطي منارينا الخريطيطيه. نسى واحد مين قال لك واش هادشي كيديروه العسكر؟ واش كاين شي في العالم دول القانون الدولي؟ انا غنوريك القانون الدولي. شوف الخرياش المدلول. دابا الا قلت لكم هادو جنود اسبان كيلعبوا الكره الطائره، وهذا هو الحدود ما بين المغرب واسبانيا. دابا كنتخيل طاحت لهم كره لهنايا وجات هنايا، واش غيخرجوا موراها ولا لا؟ حيت حنا ممنوع علينا نفوتوا هاد الكرده هادي. دابا هاد الحدود هادي يا منار الخريطي، واش دابا صبليو بعقلهم ولا؟ واش دابا دوك الطوبوغرافيا والمهندسين خلي شي مدلول كينسى راسو كيبقى يهضر زعما راه هو سويسرا. خليونا معنا عومه زنوبه قنان في الحلوفه. سمعوا الاخوان، فين ما كيوحلوا العسكر ديال المراديه، فين ما كتلف لهم الجريه كيدوروا جهه المغرب، كيقلبوا على المغرب، تيحاولوا يجبدوا الصداع من المغرب. فين ما كتلف لهم الجريه، فين ما كيقدوش على المعارك الجيوسياسيه الكبرى، ما يقدوا على اوروبا، ما يقدوا على امريكان، ما يقدوا على فرنسا، ما يقدوا على ساحل، فين ما كيوحلوا كيدوروا جهه المغرب. على وعسى يدوروا التبصيل جهه المغرب، على وعسى المغرب يجبدوه. والمغرب سنوات هذه باش فاق بهم ما بقاش كيديها فيهم، ما كيتسوقش لهم كاع كيدير بحال ما كاينينش، ما مسوق لهمش كاع، ما كيتسوقش لهم، وما كيتستفزش وما كيتجرش عندهم دوك المعارك الهوائيه ديالهم الخاويه. معارك هوائيه وما كيقدروش على الصبليون وفرنسا والامريكان. واخا سيدي انت قاعد بالك واخا، فانا بلاص ما نبقى نجاوبك بالفم عندي لك الدليل صوت وصوره باش نعرفك انك مجرد حزاق. اخوان خبطوا لايكاتكم. المراركه نحب لكم نقرقشكم. جزيرة ليلى انتم تسموها جزيرة ليلى، إسلا دي بيرخيل، روشي حجرة جاية مقابلة جبل طارق في الشمال قريبة للسبتة الإسبانية. عندها 6 سنين في بالي، 6 سنين. جاو واحد الجنود مغاربة، هاي الفيديو، جاو واحد الجنود مغاربة دخلوا هذا الروشي الجزيرة وحبوا يتستيو يسيو، حبوا يشوفوا رواحهم زعما يسيروا رواحهم رجاله يستردوا هذيك الروشي. تجي لهم القوات الخاصه الاسبانيه، جاو لهم 4 هليكوبتر القوات الخاصه الاسبانيه. شوف داروا لهم الشكاير تاع الفريمه، ما رمدوهم ساكن، ذلوهم روشي ما قدرتوش تردوه وما تقدروش تردوه. يا عباد الله تحلوا في فمكم. شتو كلشي بالدليل، ماشي ها بقاو نضحك. سيدي الضحك نعم ولكن بالجديه، باش مابقاوش نكذبوا على بعضياتنا. فالبعض ما رضاش هاد الكلام اللي قلناه، قال لك لا ما يمكنش وهادشي ما كاينش منه، لا مستحيل. تخيل واحد قال لك اسيدي، انا نقول لك شوفوا الفيديو باش ما تقولوش انا كنكذب عليكم، تصمتوا خريش راه ديما. الجيش المغربي كيوريكم التبوريده ديال بصح. هذيك راه الاف 35، هذيك معلم ميساج واضح، تزيد خطوه تمشي في حالك. سالينا. تحياتي للقوات المسلحه المغربيه، تحياتي للمرابطين في الصحراء المغربيه واحد بواحد، تحياتي لكم، تحياتي للناس كاملين اللي واقفين حاضين هاد الاعداء هادو. ما كاينش الكرغولي اسير بقى تقلب علينا، حنا راه بقى اخلا ضاربوك، حنا راه ما كاينا حقرونا، حنا الحقره حقروكم. ما كاينش دقتم، كاينش والله ما نكذب عليك.
بغينا حاجب يخرج شي دويس من بعد هاد الفاجعه عاوتاني تدق تم تولي عاوتاني بروماكس. تحياتي. قال لك والله ما كذب عليك. هذا سميتو خانيز، سميتو خانيز، عنده واحد الكونت في تيك توك سميتو خانيز. هو فعلا خانز كذوب. اول حاجه هذيك راه ماشي اف 35، هذيك السوخوي نعم الروسيه اللي خدتها الجزائر. المغرب لا ليس لديه الاف 35. ولا دخلتي دابا طابيتي في جوجل غتكتب الصوره ليس هنا. باقا مفاوضات طويله المدى مع امريكا، والامريكان ما باش تعطيها للمغرب. وما تنساوش ان الامارات كانت هي باغا تشريها للمغرب حيت ما عندهمش الرجال، فكيخلوها الاماراتيين هذوك الصوصيين صوص العرب باش هما يشريوها للمغرب، وفي نفس الوقت وفشلوا في الاخر. امريكا ما بغاش تعطيها للمغرب. فشو هذا ما كيضحك كيبغي يبرد على المؤخره ديالو ان راه خصها تبرد. علاش؟ باش الناس ما تضحكش عليه. حيت من هذيك راه السوخوي وهذه جزائريه وكتدور في الارض ديالها، ولكن خسروا الكذب. هذه الطريق السبيل الوحيد هو الكذب باش نقدر نبرد على راسي. هادشي اللي كيقولوا الاخرين مع راسو، هذا واقع. فكما قلت الناس ما تقبلش القضيه وقال لك لا وهذا الشيء اخطاء وهادشي ما كاينش منه وما تبقاوش تقولوا الهضره. ماشي انا اللي قلت، سمعوا الاخوان. الله يرضى عليكم ما تبقاوش تنشروا اي حاجه، ما تبقاوش تبارطاجيو اي حاجه، وحاولوا تفهموا عاد بارطاجيو، حاولوا تفهموا عاد بارطاجيو. ما تساهموش في نشر البروباغندا ديال العدو الذي يريد من خلالها انه يغطي على التفرفق اللي جاي عنده وعلى الفشل ديالو في الدعايه لغير جبيلات وعلى الفشل ديالو في الازمات الداخليه اللي ما تبقاوش تساهموا في نشر البروباغندا. ما يرضى عليكم، انا غادي نشرح لكم كل شيء بالتفاصيل، فهموا عاد ديك الساعه بس ان شاء الله بغيتي تنشر شي حاجه. هادشي ديال الواحه ديال ايش، واحد قصر ايش. شوفوا الواحه ديال قصر ايش هي هذه اللي كتشوفوها الان امامكم على الشاشه. هذه المنطقه هذه عندها الحدود ديالها معروفه، لكن تاريخيا هاد الواحه هذه هي متجدره. ها انتم شوفوا هاد الواحه هذه متجدره تا غاديه مع الواد، هاد الشريط الاصفر هذا هو الحدود، هذه الحدود بينه وبين زريبه الجزائر. راه في هاد الواحه هذه على الاخوان، في هاد الواحه هذه راه ما كاينش اللي يقرب ليها. كنهضر على هذه في الجهه ديالنا وما كاينش اللي يقرب ليها. فهموا هذه المساله هذه، الله يرضى عليكم. راه الجيش تماك والجنود ديالنا تماك والقوات المسلحه الملكيه تماك وكلشي تماك ونقاط المراقبه ديالنا تماك والقواعد ديالنا تماك وكلشي كاين تماك. كنهضر على هاد الواحه هذه وكاين هنا واحد، كاين بعض المآسي التاريخيه اللي كاين هنا وكاين بعض البنايات اللي كاين هذه ايشيه. شتوا هذه منطقه مغربيه خالصه. انا كنهضر لكم على هادشي اللي كتشوفوه الان امامكم على الشاشه. هادشي هذا كامل اللي كتشوفوه هنا هذه اراضي مغربيه ما كاينش اللي يحط فيها رجلو. فهموا هذه المساله، راه ما كاينش اللي يحط فيها رجلو. ما تبقاوش تكونوا ضحايا للدعايه ديال الزريبه ديال الجزائر. الله يرضى عليكم. اولا الجيش الجزائري ما دخلش للحدود المغربيه، الجيش الجزائري ما خداش الواحه تاع ايش. بغا تركزوا معايا مزيان، هذا هو الفيديو اللي تحب. شفتوا هاد القنطره ها هي باينه. دابا غنجيو للخريطه، هذه هي الواحه ديال ايش. القنطره ها هي، البلاصه او الزاويه اللي تصورت منها هي هذه. هنا فين نحطوا دوك هاد الدوارات الحمرين هي فين نحطوا هما الحجيرات ديالهم. الخط الصفر هي الحدود، وهذا الخط هذا هو المناطق نتاع انتشار القوات المسلحه الملكيه المغربيه. يعني باختصار ما دخلوش للواحه، كانوا في الجهه الجزائريه كيحطوا واحد الحجر بيد زعما باش يرسموا الحدود. السؤال علاش ما دايرينش الاسلاك في ديك المنطقه؟ ونفس القضيه كنت غادي نسولك نرجس الصهيونيه، علاش ما درتوش نتوما الاسلاك في المنطقه ديال باديس، جزيره باديس اللي كتقولوا نتوما الحبل الازرق؟ عيب. وعلاش نتوما في السعيديه ما دايرينش اسلاك؟ عيب. فهاد الجوج ديال الكرابيع المحتجبه، داك المحجبه، الاخت المتحجبه اللي كدير كاسك زعما راه هو ولابس اللبس زعما الميليطير ديال العسكري، هو مخزون في الدار ومدرج وجهه بحال الحاجبه. المهم الاخت المتحجبه والاخت المتصهينه، هاد جوج خواتات. ماشي انا غنجاوبكم، راه انا بغيت نجاوبكم غنقول لكم شوفوا هذا كاين غير البيان. هاي رساله من برلماني كيقدمها ارتبيطيطا المخنثه، تعرفوه صاحب الصبع كيقولوا المقص.
السيدي راه كيقول ليه شكون ما خرجتوا له بيان من الدوله رسمي، ما قلتوا فين وكيفاش وشنو غديروا مع هادشي وهاد الاستفزازات، وراه دخلوا علينا تمايا وقاسوا البساتين وقاسوا كذا. ها هو هذا برلماني. دابا انت بغيتي تقول لنا المتحجبه، لا انت ولا نرجس المتصهينه، بغيتي تقول لنا ان هذا البرلماني كذاب. ها هو السي كيصيفط يعني اسئله للبرلمان تقدم لبرويطيطا. برويطيطا عارف شكون برويطيطا؟ داك المخنث. هو كيقول له كيفاش خصكم تقولوا شي حاجه، راه هادشي راه بزاف، راه ما يمكنش. من العرجه والكونفدراليه ها هي ديال الحزب اليسار، حتى هما كتبوا بزاف الناس كتبت على هذه القضيه. كيفاش نتوما كتنكروا؟ واخا سيدي انا نجيك صوت وصوره. اكستي الفيديو ديال المغربي اللي كان كيقول لهم الجزائر دخلوا راه هما كيقادوا. في بدايه الفيديو حطيناه لكم، يعني مغربي في عين المكان. واخا سيدي انا غنسمعك السيد سميتو هذا النعيمي. سمعوا النعيمي، سمعوا اش غيقول. يا روحي اخ وصل عندنا وصل مع عائلات عندنا شيء، ولكن كان عليهم يعني ان لا يتدخلوا في هذا الوقت. كان عليهم انهم احتراما يعني لحسن الجوار باش انهم يخليو يعني هذه الاسابيع التي يعني يعيشها المغرب، هذه الفتره العصيبه التي يعني تعيشها المناطق يعني من جراء الامطار الطوفانيه. ولكن نحن كذلك فقدنا الامل في الحقيقه في هذا الجار، ويعني التطاول ديالو على مترات حتى وان كانت لهم بعض الامطار ديال الارض اللي استغلوها المغاربه وطوعوها بالعرق ديالهم وبالمال ديالهم وبالجهد ديالهم والابناء ديالهم. ولكن يعني ياتي في الاخير من يغتصب هذه الارض. هي ليست ارض يعني غادي نقول بانها شاسعه ومساحات خضراء والجنات تجري من تحتها الانهار، وانما هي قرى صغيره كانت دائما متجاوره يعني مع الجيران. كما سمعتوا يعني المخزن كان عارف انك الاراضي جزائريه، قال لك حتى وحنا عارفين ان الاراضي كتستغلها يعني المغاربه يستغلونها، ولكن تا هما عطوا فيها وصلحوها، ولكن تا هما استغلوها وخسروا لهم فلوسها وقادوها وداروا تا هما مساكن العيبات، داروا لك يعني كرياج وكذا. هو كيعترف لكم السيد ان اراضي فعلا استغلوها المغاربه، ولكن ماشي ديال المغاربه، هي اراضي جزائريه. وهادشي هذا كنعرفوا المخزن، يعني المخزن ما يقدر يدير والو، ما عنده ما يدير، المخزن ما يقدر يدير والو. واخا انا نجيب لكم سيدي واحد من ابناء المنطقه، صدق او لا تصدق، السيد ما غاديش يبين وجه لانه كيخاف على راسه، اما الاولاني كان راجل حقوقي. اسمع معايا الخرياشي المدلوني الطحان باش تعرفنا البروباغندا ديالك مشات في الزيرو. المهم السلام عليكم اخويا، شكرا جزيلا على هذه الالتفاته اللي درت هذا القصر. ومهم بغيت النسبه هي شوف راه كان واحد الاقتطاعات داروا هذه شحال كانوا هما ماشي اول مره داروها، كان في 2015 كانوا بعد داو واحد الاراضي شتا هاد اللي راني دايرهم لك هنايا في الخريطه، راه كانت واحد مسافه كبيره اللي داو بعد فهمت، واحد المسافه كبيره داو هذه شحال في 2015 اقتطعوها. واليوم جاو كانوا مهم شي اراضي كان باقي صافي يقتطعوهم، يعني بنادم السكان تاع اهل ايش ما بقاوش يوصلوا لهم، صافي ما بقاوش يوصلوا لدوك الاماكن، وبقاو ثاني صافي بقاو يخدموا غير في هاد البلايص اللي معلمهم كدروك. كان باقي فيهم اراضي تاع الزيتون، النخل بزاف، كاين اللي كيدير فيهم فلاحه، الخضر الموسميه. حالي كما قلت لك هاد السيمانه اللي فاتت كانوا كل نهار تقريبا كيجيو لتما، كيبقاو يطلعوا غير من واحد البوست نتاعهم، هو داك الصور اللي شفتهم لك، كيجيو واحد كونتيتي تقريبا كيجيب واحد النسبه كبيره كما صورت لك تما في دوك التصاور، تقريبا شي 50 جندي ولا كيجيو كيبقاو يطلعوا يشوفوا كيفوتوا دوك الطيار تاعهم من تما فهمت. المهم هذه كان صرا نهار الحد صرا هادشي اللي وبصح نهار الاثنين الصباح صبحوا تما، هبطوا العسكر تاعهم، هبطوا مشاو بداو كيطراسيو داك الحدود، كيديروا تما واحد الحجر هكا وكيصبغوا داك الحجر، يعني بحال لي ونهار كامل كان كيضربوا بر القرطاس تما رصاص، كيضربوا في غير هكا في الجو، ما كيستهدفوش شي حاجه. وهادشي زعما بحال اللي كاين ميساج كيقول لك بلي هاد المنطقه صافي ولات ديالنا وكذا فهمت. المهم وهادشي اللي كاين حاليا، والسلطات تاعنا كانت
خدات دوك لي كوردوني وكذا وصيفطوهم صافي، ما كانش شي جواب زعما على السكينه، هم باقيين كيتسناو السكينه. راه كانوا يستغلوهم، يلاه تم الجنين تاع موسم الزيتون مؤخرا، وزعما راه اراضي تما مستغله وكذا وفلاحه، وحتى السكان تاع مثلا المنطقه تاع الجزائر كاملين ديك يعني الصفرا سويسيفا المجاوره لذاك المكان عارفين الناس تما زعما. حتى واحد شحال من واحد كيهبطوا تما الجزائر كيلقاو تما الاسم تاع السكان هذه شحال كيهضروش، كانوش يهضروا معاهم في اللوم حيت الارض هذه شحال حنا خدموها فهمت، ما عرفتش شحال من الاف السنين والارض كتخدم وكذا. راه بعد الدوره شي 10 كيلومتر تقريبا بالقديم بالجديد. راك تعرف هذاك الواد فاش كتبع معاه كتلقى ديك المنطقه كامله باقا خضراء، وكاين شي شجر صافي حرقوهم هما، شي شجر ماتوا حيت ما بقاوش يشربوا. راه بدا يتلاشى الاثار تاع داك النخيل، الا بقيت تابع داك الواد طويل باقي فيه الاثار تاع النخيل هكا لحد الان، راه تاع شحال. المهم كميه كبيره، وحتى جيت شي معلومات ولا سولني ومرحبا. بغيتو تضيفوا شي حاجه ضيفوا شي حاجه قبل ما زميتي اراء ديالكم تعليقات ديالكم. قبل ما ننسى ضريح سيدهم ابراهيم راه ريبو حيدوه الخبر، قلت لي انا اللي كنجيب شي حاجه من عندي. وانتقلت الجزائر من 2,381,740 كنظن تكون الذاكره خانتني كيلومتر مربع الى 2,382 كيلومتر مربع. هذا شيء اجمل شيء فيك، اجمل صفه فيك انك تحارب تقاتل على كل شبر من ارضك. راه باين انك حاربتي، باين تبارك الله على ميمي، عطيتي واحد الشعب القوه باش يولي يسترجع بلاده ولا خواف وكيتخبى. عيش في التيك توك المواقع، دافع على المغرب في المواقع. تحيه الجزائر والشعوب الحره احرار العالم اينما كنتم. خبط لايك الخير يا شيخ. انا من بلدي واخا يديني للحبس راني موجود. العام اللي فات ضاع جناني مشى جناني ما رضاش يجينا يعطينا حتى كان زينه، ولا يعطينا لنعاش الدايم. واش عباد الله اللي مشى الجنانات دياله واش الخلاص ديالها واش الخلاص ديالها عباد الله الساكن تاع 24,000. لو كان ما راهمش يضحكوا علينا، لو كان ما راهمش يشتفوا فينا. شوفوا يا عباد الله، شوف لا هاد الجنان راه تقام عليا، راه في 10 المليون. كل الخدمه ديال الاولاد ديال ولدي دخلتها هنا. شوفوا هذا البرقوق، هذاك الزيتون، شوف هذا البرقوق، هذا الزيتون، هذا النخل، هذا الكرموز. شوفوا عباد الله كي راه واقع. واش ممكن ديال سيدنا ما يجيناش؟ واش ممكن؟